عمتي الحرباية قالت لخطيبي إنه بيعمل أكبر غلطة في حياته بجوازه مني، بس أنا اتأكدت بنفسي إنها مش هتتكلم تاني. خطبني محمود بعد ما تعرفنا في الجامعة، وكنا الصراحة مستعجلين على الفرح. كل حاجة كانت ماشية فل لحد ما جيت أعرفه على عيلتي الكبيرة. هناك بقى قابلنا عمتي فوزية. فوزية دي طول عمرها فاكرة نفسها أذكى واحدة في العيلة كلها، وبتحب تدي نصايح وتتدخل في كل حاجة وأي حاجة. مش مهم أنت طلبت رأيها ولا لأ، هي عندها رأي ورشقت فيه وخلاص. أنا طبعا كنت محذرة محمود منها من قبل، بس اللي ما عملتش حسابه خالص إن فوزية تحاول تعرفه على بنتها وأنا بساعد والدي. خرج لي محمود ووشه أصفر وقال إنه لازم يمشي بدري. لما سألته ليه، قال إن فوزية بقالها 15 دقيقة بتقنعه إنه بيعمل أكبر غلطة إنه يتجوزني، وإن أنا أقل واحدة في العيلة كلها وعمري ما هبقى حاجة، وهو باين عليه شاب ناجح ويستاهل واحدة تستاهله. بعد ما مشي محمود رحت أدور على فوزية. أخدتها على جنب وسألتها: أنتِ قلتي إيه لمحمود؟ ردت ببرود وقالت: أنا بس كنت صريحة معاه. أنتِ ما فيش منك يا حبيبتي، بس بصراحة محمود يستاهل يشوف واحدة أحسن. كنت هتجنن وأزعق فيها قدام الناس كلها، بس أمي سحبتني بعيد عنها. تاني يوم أمي كلمتني وبتقول لي إن فوزية بتحكي للعيلة كلها إني كبرت الموضوع وإني حساسة زيادة عن اللزوم. على مدار الكام شهر اللي بعدهم فوزية ما ضيعتش فرصة إلا وترمي كلام، وكل مرة أكون أنا الغلطانة إني زعلت وهي مجرد صريحة، وكل مرة تضحك كأنها بتهزر وبعدين تبص لي بمنتهى الخبث والاستفزاز. محمود حاول يستحمل، بس أنا كنت شايفة الضيق في عينه وبدأ يعمل حجج عشان ما يحضرش أي عزومة للعيلة. وأنا استحملت كتير، وكل مرة أقول مش هرد، لحد ما اكتشفت إنها عمرها ما هتبطل لو فضلت ساكتة. هنا بقى قررت إن فوزية لازم تدوق من نفس الكأس. بدأت أحرجها وأسألها عن حياتها كل ما أشوفها وبصوت عالي قدام الكل. سألتها مرة: أخبار جوازتك التالتة إيه يا عمتي؟ هو جوزك التالت يعرف طليقك الأول والتاني طاروا ليه؟ وشها جاب ألوان وقالت: دي أمور شخصية. رديت عليها بنفس البرود: أنا بس صريحة يا عمتي، أصل كان لازم حد يقول الحقيقة. المرة اللي بعديها سألتها قدام الكل: أخبار شغلك إيه؟ لأني فاكرة إنه جوزك التاني خد كل حاجة وتركك على الحديدة. أمي أخدتني على جنب وقالت لي: أنتِ بقيتِ قاسية قوي مع عمتك. قلت لها: أنا مجرد صريحة يا أمي زي ما هي بتعمل بالظبط. طبعا هي ما قدرتش ترد عليا بأي كلمة. فوزية اختفت وما بقتش تحضر أي مناسبة للعيلة تقريبا لمدة سنة كاملة. ولما أخيرا ظهرت تاني فضلت قاعدة بعيد خالص. اتجوزت بعد الحوار ده ب6 شهور، وفوزية جت متأخر بس عشان ما حدش يلاحظها، ومشت أول واحدة لا أدت نصيحة ولا جابت سيرة إن محمود يستاهل حد أحسن. من يومها كل ما فوزية تيجي عشان تدي نصيحة تبص حواليها الأول، كأنها خايفة حد يرد عليها بنفس طريقتها.